أرى أن العراق قد دخل اليوم مرحلة تقرير المصير، ومن هنا أرى أن المواجهات والاشتباكات سوف تتجدد للأسف في الشارع العراقي وفي أكثر من منطقة عراقية بين أنصار الصدر والأطراف الأخرى، وستكون هذه المرحلة هي الأخطر على العراق منذ رحيل الرئيس الراحل صدام حسين. وأرى أن الخطر الأكبر والحقيقي لعملية تقرير المصير في العراق سيكون على أكثر من شخصية عراقية بارزة، ولن يكون السيد مقتدى الصدر هو الوحيد أمام هذه الأخطار لا سمح الله، والله يحمي العراق وقيادته وشعبه. وسنسمع من السيد مقتدى الصدر من جديد إعلان تاريخي أو مصيري يحدد التطورات القادمة على العراق، كما سنشهد هروب بعض الشخصيات العراقية إلى خارج العراق، وسنرى ابتعاد بعض المسؤولين عن الواجهة السياسية في العراق. والساحة العراقية ستأتي بأسماء جديدة مع بداية سقوط الأسماء القديمة، وسنسمع عن قرار أمريكي مفاجئ باتجاه العراق وسوريا ترافقه عملية جوية ضد الطائرات المسيرة وتقوم بضرب بعض المواقع في العراق.